اطباء وداريين فعلا، وربنا يجعلهم في ميزان حسناتهم يعني، وشهداء عند الله سبحانه وتعالى. ففعلا الجيش الابيض المصري ده هقول لك جيش لا يقهر، زي الجيش بالظبط بتاعنا الاصلي يعني. الدكتور شحاتة اي منظومه صحيه تنجح او اي مكان بينجح، اول حاجه حكمه الراس الاداره الكبيره اللي هو مدير الاداره نفسه، عشان نجاح المكان ده بيشجع العاملين ازاي. انا مبخت زي ما قلت صراحه، مبخت ان انا شغال مع الناس دي، يعني انا مبخت بجد فعلا. انا الدكتوره نهى سامي شريف، نائب مدير المستشفى. اتشرفت جدا جدا بالعمل مع الدكتور شحاته. الدكتور شحاته خلق مننا ناس محبه للعمل، بنيجي بنشتغل بسيستم كلنا. السيستم ده مميز جدا عن حب للقياده وعن حب للعمل، وحبينا النجاح، وان شاء الله ننجح ونبقى عند حسن ظن الناس. شكرا دكتور شحاته. في طبعا شفت هنا حاجه جديده، يعني مش عايز اقول لكم، انا مش متخيل ان النظافه والحلاوه ديت في مستشفى الصدر. بنشكر كل القائمين على العمل هنا ما شاء الله، حاجه جميله جدا. صنين والامر الحمد لله. وعلى فكره احنا حاليا دلوقتي ما عادش حاجه اسمها كورونا عندنا، ما عادش حد بينا مرضى كورونا خالص يعني. احنا بقى فتره جدا جدا ما حكيناش حد كورونا. ممكن التهاب رئوي يعني، مش منظم، لا هم الواجهه، هم اللي انا بنظم بس، دوري منظم بس، لكن الناس عندهم استعداد وناس يشتغلوا، وهم اللي بيشتغلوا ومش انا اللي بشتغل. انا مش بشتغلش في العنايه، ما بشتغلش في ده كله. السلام عليكم. طبعا احنا في لقاء جميل جدا مع الدكتور شحاته مدير مستشفى الصدر، فهنوريكم الكواليس دلوقتي واحنا جايين ليه. تابعوا معانا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم في جوله جديده. النهارده جولتنا في مستشفى الصدر بمدينه دمنهور. توجهنا من خلال جريدة أخبار البحيرة بقيادة الأستاذ صلاح الجمال، واللي أنا أشرف اللي أنا لسه منضم ليهم جديد. الصراحة يعني دخلنا المستشفى لقيناها زي ما انتم شايفين كده، لقيناها كأنها قطعة من الجنة. دي كده مدخل المستشفى. بصراحة أنا ما كنتش أتوقع إن احنا نلاقي المستشفى على مستوى جميل من النظافة، مستوى جميل من الرعاية الصحية. هتشوفوا دلوقتي للمرضى ما شاء الله، حتى يعني طقم الشيفات في المطبخ زي ما انتم شايفين، حاجه بجد يعني تشرف محافظه البحيره كلها ومدينه دمنهور كلها، بقياده مدير مستشفى الصدر الدكتور شحاته حامد عيسى، اللي بفضل الله تم اختياره لرئيس بعثه مصر في السنغال. وكان بدوره بيتكلم عن فتره الكورونا وازاي مستشفى الصدر واجهت المرض ده او الفيروس ده. وبصراحة حاجة جميلة جدا لما يتم اختيار دكتور من مدينة دمنهور ان هو يطلع رئيس البعثة ورئيس المؤتمر ويمثل مصر كلها في موضوع الكورونا. اللي عايز اقوله ان احنا لما رحنا هناك طبعا تم استقبالنا على احسن استقبال، وطبعا بنشكرهم على حسن الضيافة. وكمان هنسمعوا كلمتين مهمين جدا من الدكاترة هناك. ومش حابب اطول على حضراتكم، يا ريت تعملوا لايك وشير للحلقه دي لانها حلقه مهمه جدا، وده الجزء الاول من لقائنا في مستشفى الصدر. يلا بينا نتابع جولتنا النهارده. دكتور شحاته، اولا الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. من رحله السنغال. ايوه يا سلام. انا طبعا انت حضرتك موفق، لان وزير الصحه هو اختار حضرتك من ضمن اطباء البحيره. ده ان دل فيدل على مجهوداتك وخبراتك الطويله في المجال اللي حضرتك فيه. الله يكرمك. ايه انطباع يعني سؤال، يعني انطباع دوله السنغال، الخبره اللي انت افدتهم بيها ايه؟ والله هو كان طبعا بشكر معالي الوزير الاستاذ الدكتور طلعت غفار وزير الصحه، والاستاذ الدكتور احمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والاستاذ الدكتور وجدي امين ده مدير اداره الامراض الصدريه بالوزاره، وطبعا هاني جميع وكيل الوزاره. طبعا ده كان تشريف ليا وحاجه عظيمه جدا جدا ان سياده الوزير يعني طلع امر تكليف، وشرف ليا طبعا ان انا امثل مصر كممثل عن وزاره الصحه في المؤتمر كان خاص بمناقشه الاكسجين وازمه الاكسجين اثناء كورونا والخطه اللي جايه لو حصل ازمات ثانيه. وكانت يعني فرص سبحانه كنت الوحيد يعني من مصر، يعني محمد ابراهيم كانت في وسط حوالي 150 دوله عالميه. صراحه يعني احنا لما ناقشنا الدنيا هناك لا لقينا مصر كانت مختلفه للامانه، مش مجامله،
لان ان مصر كانت من اوائل الدول، او من الدول اكثر الدول اللي كانت لا يوجد بها عجز ولا نقص اكسجين. احنا شفنا دول تانية كان فيها صراحه مهازل، ودول كبيره فعلا يعني فيها نقص كتير جدا، عندها نقص. استباقيه مصر. احنا مصر، انا مصر اكدت لهم هناك، حتى كانت رئيسه المكتب الاقليمي كانت هي يابانيه. فبقول لها احنا ما كانش عندنا نقص اكسجين، احنا كان عندنا سوء استخدام الاكسجين. يعني كان الفرق بس ان اللي كان استخدام الاكسجين ده هو اللي كان، لكن كامداد لا، كان متوفر عندنا. حتى انا بقول لهم ان عندنا كمستشفى صدر 150 سرير فيها حوالي 23000 لتر، فبقت موهومه. يعني في دول تانية زي النيبال، جوانتناما، مش عارف دول كتيره جدا، يعني لسه الناس دول ودول كبيره، وللاسف لا كان عندهم عجز كبير، ما زالوا بيستخدموا الاسطوانات ونقل الاسطوانات العاديه. قلت لهم لا، الكلام ده احنا عندنا عارف علينا الزمن، عندنا حوالي 250 اسطوانه في المستشفى، في المخزن مليانين ما بنستخدمهمش خالص، لان عندنا تنكات دلوقتي. وحتى استغربوا اكتر برضو ان في الاقسام الداخليه فيها اسطوانات بايبس، نظام سيستم بيخش للمريض عن طريق الايه البايبز او المواسير بتاعت الاكسجين، مش اسطوانات. ما زال في الدول بتستخدم الاسطوانات في الاقسام الداخليه. فطبعا كانت حاجه مشرفه جدا جدا صراحه، وفعلا فعلا مش مجامله، ده كده ده واقع. يعني مش بقول كده ان انا كحاجه شو اعلامي نفخم لا، ده كان فعلا حاجه واقعيه وملموسه. والحمد لله كنا من الدول السباقه، وفعلا من الدول زي امبارح وزير امبارح كان موجود امبارح على القناه واتكلم ان مصر فعلا كانت من رواد الدول فعلا اللي هي قدرت تواجه الكبوه اللي حصلت والاتاك او الهجمه اللي حصلت للفيروس. وبالرغم في دول كبيره زي ما قالها معالي الوزير زي ايطاليا واسبانيا ودول كبيره جدا سقطت ووقعت اثناء الازمه، لكن الحمد لله انه فعلا يعني فعلا مصر فعلا سباقه في المجال الصحي. وفعلا احنا دلوقتي بنجد في طفره فعلا في مجال الصحه، وانا كمدير مستشفى فعلا لمسه كمستلزمات واجهزه وادوات وامكانيات واطباء وتمريض بفضل الله سبحانه وتعالى. حضرتك بما ان حضرتك تعتبر سفير مصر لدى السنغال او دول الشرق الاوسط كلها، لاختيارك ضمن يعني قافله او سفر للسنغال، عايز حضرتك توجه رساله للجيش الابيض اللي هم شغالين مش في مستشفى الصدر بس، في جمهوريه مصر العربيه. يعني اقول لهم ان انا فخور ان انا من الجيش ده، يعني جندي من الجيش ده، واقل جندي كمان في الكتيبه دي فعلا يعني. واللي طلع المثل ده يعني كان مصر كانت سباقه برضك في الجيش الابيض ده، هي كانت مصر برضك المساعده، وبقى انترناشونال دلوقتي على فكره، بقى مصطلح عالمي. فبرضك انا فخور اني بشتغل مع الطاقم ده، وبقول ان انا اقل واحد في الطاقم الطبي عندنا في مستشفى الصدر. بقى فخور اني بشتغل مع الناس المحترمه ديت، سواء اطباء او تمريض او اداريين. وبشكر كل صراحه لان انا اشتغلت في يعني قبل الكوفيد كان ابتدى يظهر في السعوديه، كنت هناك في السعوديه وجيت هنا لقيت فيه هنا حاجه اسمها ايه